انا من ساعه ما خدت العربيه دي ما روحتش البنزينه غير عشان اغسلها بس. انا الايام اللي فاتت كنت بجرب عربيه ادائها تحفه، استهلاك بنزين عالمي، وفيها كل الاوبشنز اللي تتخيلها. هافال اتش 6 اتش اي في. العربيه فيها موتورين، واحد بنزين واحد كهرباء، بيطلعوا اجمالي 240 حصان و530 تورك، بيخلوا عربيه وزنها 2 طن تتسرع في حوالي 8 ثواني. والاهم ان المنظومه الهايبريد بتخلي العربيه دي استهلاكها للبنزين حوالي 5 لتر لكل 100 كيلو. يعني تخيل الدبابه دي استهلاك البنزين بتاعها احسن من الكورولا بكتير. العربيه فيها حاجات لذيذه زي الهيدز اب ديسبلاي والديجيتال ديسبلاي والشاشه اللي فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بس الحقيقه مش ده المميز. المميز هو الشاشه نفسها. الشاشه جميله جدا، سريعه، الريسبونس بتاعها حلو، وكمان سهله التعامل، واحده من احسن الشاشات العربيات الصينيه اللي جربتها لحد دلوقتي. كراسي طبعا جلد كهرباء وفيها تسخين وتبريد، عندك وايرلس شارجر والفتيس روش قوي، بتحركه اكنك بتعلي وتوطي، بس اوعى تتلخبط. العربيه فيها مساحات تخزين كبيره جدا، سواء هنا وطبعا الدرج والمكانين اللي في الباب، يعني اي حاجه ممكن تلاقي لها مكان في العربيه، الا لو معزل مثلا. الحته دي بالليل بتبقى امبينت لايتس، بتخلي شكل العربيه جميل جدا. واخيرا عندك سقف بانوراما عملاق، والمساحات ورا اظن مش هتكلم، اوضه نوم، وده على قعدتي بالمناسبه. الشنطه كهرباء وبتفتح بالرجل، ومساحتها حوالي 407 لتر. لو هنلخص تجربه قياده العربيه دي من غير فزلكه كتير يعني، فالعربيه عفشتها ناشفه شويه، فرامل هايله، اداء تحفه، وثبات بالنسبه لحجم العربيه مقبول جدا. العربيه فيها كل انظمه الاداء، اللينك كيب والادابتيف كروز كنترول وكل الكلام ده، وشغال بشكل عملي، يعني عن تجربه كده مصحصح معاك وهيريحك مش هيقرفك. لما تيجي تلف او ترجع لورا بتلاقي حوالي 20 كاميرا اشتغلت، وتجيب لك العربيه من كل الزوايا، ولما العربيه بتيجي من جنبك البلايند سبوت بينور. العربيه بتعمل لك كل حاجه عشان ما تخبطش، اللي هو ابوس ايدك بقى ما تخبطش. والعربيه بتركن لوحدها وبكل سلاسه وبكل بساطه. دلوقتي اهو هنجرب اهو، انا شايل ايدي خالص، ماليش اي دعوه باللي بيحصل. والله العربيه حضنت تحضينه عسل، انا نفسي بعملها بالعافيه. اللي ما عجبنيش في العربيه دي 3 حاجات. اول حاجه ان عزل الصوت مش حلو قوي، كان المفروض عربيه بالامكانيات دي بعزل الصوت احسن شويتين. تاني حاجه ان العربيه ما فيهاش مخارج تايب سي، المفروض الدنيا تطورت على اليو اس بي. واخيرا ان اللينك كيب بيفتح اول ما تدور العربيه. المفروض في اي بلد دي حاجه مش وحشه، بس في مصر لا، لازم تفتحه بمزاجك. العربيات الهافال تبع مجموعه جي دبليو ام، جريت وول موتورز، والناس اللي في السعوديه بالذات هتعرف قد ايه المجموعه دي ناجحه جدا. والعربيه دي تبع توكيل غبور، وسعرها 1,795,000، وفي عرض بالبنك اي دي اي بي انك ممكن تقسطها على سنه بفايده 8% بس. ومن غير ما اطول عليك قول طول يا ابو الصفاصيف، فغبور بيؤكد ان قطع غيار العربيه دي موجوده في كل فروعهم، وان كمان في مراكز صيانه كتير جدا.